مساء الخير وأهلا بكم. قضية الرأي العام ما يدور الآن في الدواوين وبين الناس في منتدياتهم وتجمعاتهم هي قضية أشغلت الناس، ويعني البعض رآها في حجم معين، أنه والله لا، هالقضية هذه ما تستحق أنها تشغلنا كل هذا يعني الوقت وكل هذا الاهتمام نعطيها، بينما هناك آخرون لا، رأوا أن هذه قضية من أكبر القضايا التي مرت بها الكويت سياسيا واجتماعيا. أنا واحد من الناس مع اللي يقولون أن القضية هذه من أكبر القضايا اللي مرت فيها الكويت، لكن بمنظور آخر. القضية شنو هي؟ القضية قضية فوز قائمة الجميع باكتساح 9-0 في جمعية حقوق الإنسان، في انتخابات جمعية حقوق الإنسان اللي أقيمت يوم الاثنين الماضي. عشان الناس يكونوا بالصورة، عشان للتاريخ، أن الكلام هذا قاعد أقوله للتاريخ. أولاً إخواننا الليبرال اللي كانوا ماسكين الجمعية سابقاً يعتقدون أو يسمون هذا الأمر بأنه احتلال البدو لجمعية حقوق الإنسان، احتلال البدو، ينظرون لها بهذه الزاوية. بينما أنظر أنا لهذا الأمر بأنه انحسار التيار الليبرالي، تراجع، تقهقر، تضاؤل، تلاشي التيار الليبرالي، وعلى وشك أن يطير كما يطير دخان السيجارة. تزعلون يا التيار الليبرالي، ما تزعلون، الأمر لكم. أنا بحاول أتكلم بشفافية، وإن شاء الله تتقبلون الأمر وتعتقدون، يعني تنظرون له بأنه من صديق وليس من عدو كاره، بل من صديق محب، يعني يصدقكم القول. تصوير الأمر بأنه احتلال البدو لجمعية حقوق الإنسان، وكأن القبائل جايين، يعني قبائل المغول، جنكيز خان قال يلا يا تيمور لنك روح لبغداد وروح لحلب واحرق المكتبات واعملوا ما تعمل. ولا كأن القبائل جزء وفئة من فئات المجتمع الكويتي وشريحة مهمة، بالعكس، بل هي الشريحة الأكبر بلا منافس في المجتمع الكويتي. مثل ما قلت لكم للتاريخ سأتحدث اليوم، سأتحدث للتاريخ، لأن هذا حدث مهم. انحسار التيار الليبرالي من جهة، وصحوة القبائل، أبناء القبائل وأبناء المناطق الخارجية من جهة أخرى، وتكاتف بعض أبناء القبائل مع بعض الفئات الأخرى، الحضر والشيعة، لنسف بعض الأماكن التي كانت حكرا على مجموعات معينة. وأنا أذكركم من الآن، وتذكروها واحفظوا هذا التاريخ، سيأتي يوم يكون هناك اكتساح لجمعيات أخرى غير جمعية حقوق الإنسان، وتذكروها من الآن. جمعية حقوق الإنسان شلون تم الاكتساح؟ شو اللي صار؟ حدث مثل ما قلت لكم، أريد أن أدون للتاريخ. اللي حصل أن رئيس جمعية حقوق الإنسان علي البغلي السابق، رئيس جمعية حقوق الإنسان السابق علي البغلي، وضح وظهر منا ما يشير إلى أنه عنصري، كما أرى أنا وكما يرى كثير من الناس، وخصوصا يعني عقب مقالته عن محمد غزاي الميموني رحمة الله عليه. ظهرت عنصريته لنا، شاهدنا هكذا بهذه الصورة أنه عنصري، واقتنعنا قناعة تامة بأن هذا الرجل يجب أن لا يبقى، وكتبنا في تويتر ودعيت الناس. الآن يقال بأن قائمة لوشيحي، ربع لوشيحي جاب ناس، لوشيحي فقط علق الجرس، لوشيحي فقط أيقظ الناس، شغل المنبه فقط، وأشار إلى مكان الخلل، يا ناس ترى هناك خلل. بعد ذلك سجلت مجموعات كبيرة جدا من أبناء القبائل ومن غير أبناء القبائل، من الأحرار، مجموعة كبيرة جدا من الأحرار. واللي ما سجلوا، هذه نقطة زين إن ما نسيتها، اللي ما سجلوا لأسباب ما بيتكلم عنها، ما بيتحدث عنها يعني وقت أطول، اللي ما سجلوا لأسباب غير منطقية وغير مبررة أكثر من اللي سجلوا أضعاف مضاعفة. راحوا مئات، راحوا يعني أعداد كبيرة جدا. على أي حال سجلوا، ودار الحديث أنه يا لوشيحي انزل استلم رئاسة الجمعية، لأن العدد أصبح جاهزا لدفعك للرئاسة. فرديت عليه من الرد اللي يمكن كتبته وذكرته أكثر من مرة، بأنه لم تشع عيناي بطمع، ببريق الطمع، طمع بكرسي رئاسة اللجنة، وأتمنى أن لا ينزل أحد من أبناء القبائل. أتمنى أن يكون الدفع بمجموعة علي البغلي نفسهم، بس مدام طلع علي البغلي أعلن أنه ما راح ينزل انتخابات. أنا قبلها بفترة وصلني خبر أنه ما راح ينزل انتخابات. هذا الكلام أكرر المرة العاشرة، هذا الكلام يجب أن يحفظ ويبقى. اتفق الشباب هؤلاء بعد أن اعتذرت على أنهم ينزلون الانتخابات. اتفقت مجموعة أخرى، هي المجموعة اللي نجحت، بدون ما يكلموني أن انزل أنت يعني تعال لتصبح رئيس. لا، ما كلموني على أنه والله يا أبو سلمان بننزل انتخابات.
فقلت لهم يا جماعه لا تفكرون بهذا الامر، نصيحتي لكم ابتعدوا عن هذا يعني هذا الجانب لاسباب، وذكرتها لاسباب في بعض الامور قد تصعب اجتماعيا على ابناء القبائل. لذلك انا ارشح يعني وايد ان تدعموا مهل برجس والبغلي اللي وياه، مو طاهر البغلي اعتقد اسمه، مو علي البغلي، وبقيه وعبد المحسن مظفر وما الى ذلك. اتفقوا على انه لا والله حنا بننزل الانتخابات ولا يدري الوشيحي ولا يدري غير الوشيحي، وقاموا يتكتكون وقاموا يتصلون على بعض بينهم بين بعض، ولا دريت عن هالقائمه. وصلني بعدين اتصال مثل ما ذكرت سابقا بانه والله من عبد الحسين السلطان رئيس تحرير جريده الدار اللي مملوكه لمحمود حيدر، بانه والله بنتي بتنزل ونبي نتعاون وياكم، لان يقولون قائمه الوشيحي لا تكتسحنا، فخلنا نتعاون وياكم، وادري ان ربعك يا الوشيحي هم الاغلبيه، فاتمنى انه يكون في تعاون بيننا وتعال نقسم المناصب بيننا لان محسوم الامر اذا اتفقنا. قلت له اولا الشباب هذولا اذا اعطوني يعني القرار او وكلوني بالقرار فهذا تكرم منهم، لكن على كل حال لن يتعاون معك احد، لن نتعاون معك اطلاقا. انا كل هالكلام هذا ما ادري ان في لجنه قائمه شباب متكزين الامور مضبطينهم تكتيكين، سجلوا ما بيطول عليكم السالفه ولا علمونا حتى في يوم الترشيح. انا رحت ما لحقت على الترشيح، قعدت شوي لقيتهم للحين يتناقشون وطلعت. في يوم الترشيح يقولون سلمنا عليك ويقولون ما قلنا لك، قلنا قعدنا نفكر نقول له ما نقول له، فخلوني ما قالوا لي. ودق ولد عمي بعدها ثاني يوم يضحك يقول شفت شلون سوينا، شفت ايش رايك بتكتيكنا؟ تبين ان هناك ناس يجيدون التكتيك، عندهم مداركهم واسعه جدا رغم تحفظي على هذا الامر، لكن الناس هذول خذوه بذراعهم. شو يقول الشاعر طرت في بالي، مشترينه بكد ذراع ما هو عطيه، ماخذينه بكد ذراع، ما في لهم كفيل، شيخ يدعم ما شيخ يدعم، اعلامي يدعم، نائب يدعم، لا لا لا، شباب تكتك الامور وخذوها بذراعهم. وكرر احتلال البدو خطا، مش احتلال البدو وانما هي انحسار التيار الليبرالي وصحوه البدو وصحوه القبائل. سابقا صار صراع بين التيار المدني الليبرالي وعلي الخليفه، خلينا نسمي الاشياء بمسمياتها كما يعني نتمنى ان تستمر هذه الامور. صار صراع بين التيار الليبرالي وعلي الخليفه، ضربهم علي الخليفه، قام يلعب فيهم لعب البرازيل وكأن برشلونه مقابل واحد من انديتنا، قام يلعب فيهم. قلنا لا اله الا الله، شو القوي هذا حلف الناتو ما يقدر يعني ما يملك هالطاقات، لعب في حسبه الليبرال. اثر الليبرال هم الضعوف، مو هو القوي. الليبرال نفسهم تيار هش، تيار ترهيم، مركبينه في الشويخ صناعيه. من جاهم عطاهم كف ومشى، سياسيا اتكلم، عطاهم كف سياسي ومشى. حتى في النظريات العسكريه دائما انا يعني من عشاق قراءه الكتب التاريخيه العسكريه والمعارك العسكريه والنظريات العسكريه، اعشق يعني هالامور هذه، عندي رغبه يعني في قراءه هذا المجال. من النظريات العسكريه يقول لك اذا شعرت ان جيشك وقواتك بدات تضعف روحها المعنويه وتنخفض روحها المعنويه وبدا يتململ العسكر، دور لك عدو ضعيف واضربه لترتفع روحك المعنويه. لذلك انا اقول لكل تيار سياسي في الكويت، متى ما شعرتم ان تلخلخت وتخلخلت قواعدكم، اصنعوا لكم معركه مع التيار الليبرالي في الكويت وروحوا لحوا كيف ترتفع روحكم المعنويه. كل تيار سياسي حدث اذا شعرتم بالضعف، هذه نصيحه، اذا شعرتم بالضعف يا حدث روحوا طقوا التيار الليبرالي وابشروا بالنصر المبين. اذا شعرتم يا السلف طقوهم. اذا اي تيار، حتى مو اي تيار، اي ربع متخانقين بديوانيه ومتعاومسين وضايق خلقهم ما عندهم شيء ويدهم تحكم، يروحون يلحون التيار السياسي الليبرالي كف ويمشون. تيار ضعيف، تيار ضعيف للغايه. انا اقول لهذا التيار وانصح هذا التيار بانه لانه هم تيار هالكثير، عدد بسيط تجمعهم ديوانيه واحده، لا يغركم علو صوتهم، عدد ضعيف وقليل للغايه بصوت عالي. يعتقدون هم عندهم مشكله، ما يطلعون خارج شارعهم، عندهم شارع واحد، ساكنين في شارع واحد، وشارع واحد لا وبعد سد ولد ومشامس، ساكنين في شارع واحد، ولا يعتقدون ان الكويت كلها هذا الشارع، ولا مثقف الا مثقفنا حنا الليبرال،
ولا اقتصادي إلا اقتصادينا، ولا رجل دولة إلا من رجالنا ورجالاتنا. إذا سمعت الآن كلمة رجالات الدولة ترى يجيرون لهم، لا أي واحد غيرنا، لا مو من رجالات الدولة، ولا حد بين الكويت إلا حنا، ولا حد يلقح النخل إلا حنا، ولا نخلة تلقح أساسا إلا نخلتنا، ولا حمامة تبيض إلا حمامتنا، كل الأمور حنا فقط. أنا نصيحتي لهم التالي: مشكلة التيار الليبرالي يسهل حلها أن يشترون سوبربان حجم كبير. خلينا نسوي دعاية، الجي ام سي أو شيفروليت يشترون لهم سوبربان حجم كبير، سوبربان واحد كافي، هم كلهم يركبون فيه، كافي كل التيار الليبرالي يركبون فيها السوبربان، بس بشرط اللي تصلح أحوالهم أن يعبون السوبربان هذا فل بنزين ويطلعون في جولة. راح يكتشفون هناك محافظة اسمها محافظة الجهراء، هذه يمكن ما يدرون عنها الليبرال، يعتقدون انها بس شارع واحد وفي الديرة داخل. في محافظة اسمها محافظة الجهراء، فيها من العباقرة ما يشيب لهوله ريش الغراب وشعر الرضيع. يطلعون من هناك إلى الفروانية، فيها من القادة، فيها من المفكرين ما يعني يجعل الرأس يتمايل طربا. يطلعون من الفروانية يروحون لمحافظة الأحمدي، يروحون لمبارك الكبير، يروحون، ترى في مناطق كل ما لقيتوا لكم ليبرالي، أنا أوجه الكلام الآن للناس، كل ما لقيتكم ليبرالي قولوا له ترى فيه منطقة اسمها منطقة الرقة، راح يروح باله على أن الرقة اللي في سوريا أو الرقة اللي في دبي، لا قولوا له في عندنا في الكويت رقة، وفي عندنا في الكويت فروانية، وفي العمرية، وفي ما يدرون أن في هناك يخاطبون شارعهم، يعتقدون أنهم اللي مسيطرين. إطلاقا مو صحيح هذا الكلام. على أي حال، لشدة وهن وضعف هذا التيار الليبرالي كل من جاهم شاخ فيهم. جاهم مرزوق الغانم، وذكرت أمس في حلقة الشباب في الكلام الحر، اللي ما شافه يعني يريد أن يشاهد ويتأكد. قلت أن مرزوق الغانم جاء وركب السيارة وقطهم في بدل ونيت، حتى ما ركبهم وياه قدام عشان المكيف، لا قطهم ورا، ويمشي ويهدد فيهم الناس، ترى عندي كذا واحد برا بالبدي. هذا اللي ورا هذول غالبيتهم تيار الليبرالي. واسقطوا ونجح مرزوق الغانم، لأن مرزوق الغانم لن يسقط، لديه 1000 طريقة وطريقة ينجح فيها، وإحنا عارفين هذه الطرق، يعني الطرق يقنع فيها الناخبين. جاهم علي البغلي في جمعية حقوق الإنسان وقال أنا ليبرالي، وإحنا ندري أن علي البغلي ليبرالي بغمزة عين قوية جدا، وهو حيدري الهوى والهوية. حيدري قال لهم أنا ليبرالي، وراح وقادهم وعطوه القيادة، وقام يعزلهم ويهاجم القبائل، صنع لهم عدو أكبر منهم حجما، هم هالكبير، صنع لهم عدو. ويوم زعلوا القبائل وشاف الخيل مقبلة، وخر من الطريق وخلى ربعه تدهسهم حوافر الخيل 9-0. نجا بنفسه، قفز من المركب. أسهل من سهولة أنك تدخل بين التيار الليبرالي وتقودهم، بشرط قوي جدا أن لا تكون من أبناء القبائل. تبي تتزعم، تعال، لا تكون من أبناء القبائل وطق أبناء القبائل. لذلك أنا أقول يا تيار الليبرالي، دعوا عنكم المعارك الكبرى اللي أكبر منكم، المعارك اللي ما تفيدكم ولا تفيد البلد ولا تفيد المستقبل إطلاقا. يوم تخانقون، يوم تعادون القبائل، ليش؟ إذا راحت عرقية والله راح تروحون فيها، والله لا، لأن القبائل أكثر من نصف المجتمع، فلا تعادون القبائل. ليه؟ شو اللي جابها؟ وبعدين طالع كلام أن أحد أعضاء الجمعية السابقة، أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق، يقول جاوا الناس اللي سجلوا اللي جابهم الوشيحي يقولون كم أرباح الجمعية. شوف الخبث، كم أرباح الجمعية، على اعتبار، شوف الهدف من الكلام. تضحك أنت وتمشي، لكن لو تفكر فيها تجد أن في هدفين. أول هدف إيحاء بأن أبناء القبائل لا يهمهم إلا المال ولا تهمهم المصلحة العامة، هذا واحد. إيحاء بأن أبناء القبائل لا يفقهون شيئا، يعتقدون أن جمعية حقوق الإنسان جمعية فيها أرباح. اي صحيح، كم الأرباح؟ أنا سألت بعد يوم رحت أسجل، سألت قلت لهم وين الجيمر؟ وين يبيعون الجيمر؟ وين يبيعون حليب الأطفال؟ تستعبطون منه، تستفزون من؟ أنتم قد هذه العداءات؟
والله انكم بطقاقه التيارات السياسيه بالاجماع انتم البطقاقه واضعف تيار سياسي. فانتم مثيرين اساسا للشفقه. قلت واقول راحت من ايدي التيار الليبرالي جمعيه حقوق الانسان، وستليها في اي وقت. الان وصلني اليوم وصلني خبر يقولون يومك امس اعلنت ان جمعيه الخريجين يمكن هي تكون الهدف المقبل. قاموا يتفازعون الليبرال. قلت والله تفازعوا ولا ما تفازعون؟ قال صف صفين، قال احنا اثنين. كم واحد تفازعون؟ تصيرون 18 واحد 25 واحد يجونكم في شارعين او 3 شوارع من الجهره ولا من منطقه الاحمديه يكتسحونكم يمشون. جمعيه الخريجين احتمال تروح. نادي الاستقلال اليوم نادي الاستقلال يقولون ان محمد الصقر يطالب بعوده نادي الاستقلال. طبعا نادي الاستقلال اغلق يوم حل البرلمان حل غير دستوري في سنه 85، اغلق ونادى باعاده فتحه احمد عبد العزيز السعود رئيس المجلس في الفصل التشريعي السابق. اليوم ينادي بعودته محمد الصقر. ففيه ربعهم يعلقون الليبرال يا معود لا تعيدون افتتاحه، لا ياخذونه ربع الوشيحي. لا ابشركم بينقزونكم واحد من مكان لمكان لين. انا رايي للتيار السياسي الليبرالي، ليش نطولها؟ رايي التيار السياسي الليبرالي يا جماعه روحوا دوروا لكم مسجد وحطوا لكم قوطي قدامكم، ومن مركم من التيارات السياسيه يعطيكم، لانه والله مثيرين للشفقه. حنا نحرص على ان يكون هناك تيار سياسي ليبرالي يكمل الوان الطيف السياسي، يكون هناك محافظ، طبعا مش تيار ديني وعشان يصير فيه صراعات دينيه، تيار محافظ بتقسيماته كلها، تيار محافظ يميني محافظ يساري وما الى ذلك، وتيار ليبرالي وتيارات وسط وتيارات، لتكتمل هذه المنظومه. عشان ينهض بلد يجب ان تكتمل المنظومه كامله. اللي يحصل التيار الليبرالي السياسي شيء يعني مؤلم للبلد. لا توقعون احنا نتشمت، احنا نقول نطالب يا ناس شكلوا لنا تيار ليبرالي غير هالموجودين، لان التيار الليبرالي على وشك الموت، يحتضر وهو قاعد يمشي على عكازه ويهدد بابطال المصارعه. يا عمي طالع نفسك انت. فلا تحاربوا التيار الليبرالي، التيارات الاخرى ولا القبائل ولا اي فئه من المجتمع يا تيار الليبرالي كي تكسبوا. جميل. موضوع اخر بطلع له قبل لا اطلع بالفاصل واتكلم عن مواضيع عن البيئه وما البيئه، بناقشها بعد شوي انا وضيفي رئيس جماعه الخط الاخضر خالد الهاجري، وراح نتناقش عن مواضيع اثارتنا، مثل من ضمن النقاط اللي اثارتنا ان فيه امر معين يسبب عته للنساء وجنون للنساء، الله يكافينا الشر. لكن قبل ذلك بذكر من الان اقول حلقه يوم الاثنين الجاي راح يكون فيها، او قبل هذا راح يكون فيها امور ووثائق معينه راح تكشف. هناك الان كذابين اشكر يكذب عليك ويدري انك تدري انه يكذب، يدري ما عنده مشكله، يكذب في وجهك ويدري ان انت كاشفه ولا عنده مشكله، وله انصار له مريدين وله اتباع. يكذب ما يحترم حتى لا دشداشته القصيره ولا حتى عمامته، ما يحترم عمامته ولا لحيه ولا دشداشه قصيره ولا ما عنده مشكله. في يعني ناس لا يغركم المظاهر الخارجيه، بعضهم حتى لو قال اني انا ابو الصدق لا تصدقونه، لانه كذاب ويدري انه كذاب ولا يستحي. الغريب في الامر انه ما يستحي انه يكذب ولا احترم الناس، ربعه اللي يطالع وياهم اللي مطلعينه ما يحترمهم. لذلك انا اقول يوم الاثنين الجاي بالوثائق والمستندات راح اكشف لاخونا ابو الصدق وللاخرين وللناس كلهم حقيقه الكذب، ونعريه ويعرف الناس بقيه الناس اللي على نياتهم، البسطاء اللي على نياتهم ان الملابس لا تغير شيئا من حقائق الرجال ومن طبيعه السياسيين. اذا بعد قليل ساتحدث مع ضيفي رئيس جماعه الخط الاخضر، ابقوا معنا.